تعالى نشوف الفيديو ده مع بعض. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده زي ما احنا شايفين معانا صديقنا استاذ عبد الرحمن. هنعمل له النهارده زراعه شعر زي ما احنا شايفين. هو صاحب الدرجه الرابعه تم رسم خط الشعر ومناطق الجمهور. ازيك يا عبد؟ الحمد لله. ايه مستعد النهارده لليوم؟ ايه بقى خط الشعر والتصميم والامور كويسه الحمد لله؟ ايه مفاوضاتك بقى اليوم؟ وانا نخلي الاجابه دي اخر يوم نخلص ان شاء الله. اخر يوم ان شاء الله. يلا بينا. وانا النهارده بكلمكم بعد 8 شهور بعد زراعه الشعر في مركز دي اتش سي. النهارده قررت اني اظهر بوشي بعد زراعه 3200 جرافيك في مركز دي اتش سي. وانا النهارده احكي لكم على حكايتي من البدايه. انا جيت هنا مركز دي اتش سي بعد ما اتقابلت واتعاملت مع الفريق الطبي، والمكان هنا ما شاء الله يعني مجهز. ما كنتش عندي الثقه اللي هو ان انا ازرع الشعر، فالدكتور عبد الرحمن شجعني بصراحه واخدت التجربه. كانت تجربه جامده بصراحه. فزي ما انتم شايفين خط الجبهه عندي ولو مش باين انا عامل عمليه اللي هو زراعه شعر. انتوا لو شفت الفيديو اللي فات هتعرفوا الفرق ما بين ده دلوقتي. محدش لاحظ الفرق. فبصراحه التجربه هنا تحفه. الفريق الطبي كان عنده ثقه جامده قوي وهو بيعمل عمليه، وكانوا بيطمنوني كل شويه. ومع المتابعات اللي كانت بتحصل هنا كانت اللي هو الثقه بتاعتي بتزيد اكتر. فاحب اقول لهم شكرا. دي اتش سي تاريخ مشرف من التجارب الناجحه، مركز عالمي على ارض مصريه.